أهلا بيكم في وقفات مع الذات، حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن حاجة كلنا بنفكر فيها بس قليل مننا بيواجهها قبل أن يمحى اسمك من سبورة الدنيا. السؤال اللي بيخوف. بص كده، انت فاكر آخر مرة مشيت في مقابر؟ لو مشيت بين القبور ده هتشوف أسامي كتيرة. محمد أحمد مات سنة 1985، فاطمة علي ماتت سنة 1992، عبد الله محمود مات سنة 2010. كل واحد من دول كان زيك بالظبط، كان بيصحى الصبح، بيشرب الشاي، بيتكلم في التليفون، بيضحك، بيزعل، بيحلم بكرة، بس دلوقتي مجرد اسم على حجر. والسؤال اللي مفيش حد فينا يقدر يهرب منه، انت هتسيب ايه ورا؟ خلينا نتكلم بصراحة. انت دلوقتي عايش في الدنيا دي منشغل بأشياء كتيرة، الشغل، الأكل، الفلوس، المشاكل، الأحلام، السهرات، الأفلام، وفجأة تيجي لحظة ولو لثانية واحدة تفتكر فيها إنك مش هتفضل هنا للأبد. الدنيا دي مش بيتك، أنت مجرد ضيف. وأكيد سألت نفسك، طيب أنا عملت إيه في الزيارة دي؟ تعال نعمل تجربة مع بعض. اقفل عينيك شوية وتخيل إن دلوقتي آخر يوم ليك في الدنيا. إيه اللي هيفضل منك؟ الفلوس اللي جمعتها مش هتاخدها معاك، العربية الفخمة مش هتنفعك، البيت الواسع هيفضل لغيرك، المنصب والشهرة الناس هتنساك بعد شوية. بس في حاجات هتفضل، الكلمة الطيبة اللي قلتها، الصدقة اللي خرجتها، الدعوة اللي علمتها لحد، الابتسامة اللي رسمتها على وش حد تعبان. في حكاية بحبها عن رجل حكيم كان عايش في زمان ساحق. الرجل ده ما كانش غني وما كانش مشهور وما كانش ليه منصب كبير، بس كان عنده عادة غريبة. كل يوم قبل ما ينام كان بيسأل نفسه سؤال واحد: لو مت النهاردة الدنيا هتبقى أحسن ولا أوحش عشاني؟ وعلى قد السؤال ده كان بيعيش يومه القاضي. لو حد زعلان يروح يصالحه، لو حد محتاج يساعده، لو حد تايه يدله على الطريق. ولما مات الراجل ده الناس فضلت تدعيله سنين، مش عشان كان غني أو مشهور، عشان كان نافع. الحمد لله إنك لسه بتسمعني دلوقتي، ده معناه إن لسه عندك فرصة، لسه قدامك وقت تكتب اسمك بحروف من نور في قلوب الناس. مش محتاج تبقى مليونير عشان تعمل حاجة عظيمة. المدرس اللي بيهتم بطلابه مش بس عشان المرتب، الطبيب اللي بيعامل المريض زي أهله، البواب اللي بيسلم عليك بابتسامة كل يوم، الأب اللي بيدعي لولاده بظهر الغيب، الأم اللي بتسهر عشان راحة بيتها. دول كلهم بيكتبوا أساميهم بالذهب من غير ما يحسوا. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. يعني إيه آثارهم؟ الآثار دي زي العلم اللي علمته. لو علمت حد آية من القرآن أو دعاء أو معلومة مفيدة، ده هيفضل يشتغل لك حتى بعد ما تموت. الولد الصالح، لو ربيت ولادك صح وعلمتهم الدين والأخلاق، كل دعوة منهم ليك هتكون في ميزان حسناتك. الصدقة الجارية، أي حاجة عملتها ولسه الناس بتنتفع بيها، بئر حفرته، مسجد ساعدت في بناه، كتاب نشرته، شجرة زرعتها. ودي مش أحلام، دي حقائق من كلام ربنا. كيف تبدأ من اليوم؟ طيب عملياً إزاي تبدأ اليوم ده؟ سامح حد كنت زعلان منه، ادعي لحد بظهر الغيب، ساعد حد محتاج ولو بكلمة طيبة، علم حد حاجة مفيدة، اطمن على حد مش عارف عنه حاجة من زمان. الأسبوع ده اعمل صدقة حتى لو صغيرة، زور حد مريض، ادعي والديك واطلب منهم الدعاء، اقرأ في كتاب مفيد وعلم الناس منه. الشهر ده فكر في مشروع خيري يفيد ناس كتيرة، ازرع شجرة أو ورد في مكان عام، اشترك في جمعية خيرية، اكتب حاجة مفيدة ينشرها الناس. اسمع كويس، انت مش رقم في الدنيا دي، انت انسان ليك قيمة، ليك دور، ليك رسالة. ربنا ما خلقكش عبث، ربنا عايزك تسيب أثر حلو في الدنيا دي. مش شرط تكون مشهور عشان تأثر، أهم تأثير هو اللي يحصل في قلوب الناس. الراجل اللي في الجامع بيعلم الأطفال القرآن ده بيأثر، الست اللي بتطبخ أكل اللي جيرانها الفقراء دي بتأثر، الشاب اللي بيساعد كبار السن يعدوا الشارع ده بيأثر. في النهاية اسمك في الدنيا دي زي الكتابة بالقلم الرصاص، ممكن تتمحي، بس اسمك في قلوب الناس واسمك عند ربنا ده يتكتب بالنار. فما تضيعش الوقت في حاجات هتروح، استثمر في حاجات هتفضل. قبل ما يتمحي اسمك من سبورة الدنيا اتأكد إنك كتبته في المكان الصح، وخليك عارف إن كل يوم بتعيشه هو فرصة جديدة تكتب بيها قصتك. فاكتب قصة تكون فخور بيها، قصة تخلي الناس تقول عليك ربنا يرحمه كان إنسان طيب. إلى اللقاء في حلقة جديدة، وربنا يوفقنا جميعا نسيب أثر طيب في الدنيا دي.